السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ووصلنا للأسبوع الثاني من النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي ده نظام مناسب لكل الأوزان، مناسب للي لسه بادئين يعملوا رجيم، مناسب للي مش بيبقى قادر على التكاليف المادية الخاصة بالرجيم. نقدر نتبع النظام الاقتصادي. احنا نزلنا الاسبوع اللي فات الاسبوع الاول منه، وان شاء الله من يوم السبت هنبدأ بالاسبوع الثاني. نظام من اكل البيت بتاعك، ولكن محدد الكميات، بسيط جدا 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 للي هم مش خلاص بتبقى قفلت معاهم، مش قادرين يتبعوا أنظمة شديدة. فبنصح اللي وصلوا للمرحلة دي أو لسه هتبتدي وعايزة نظام غير مكلف، هو النظام الاقتصادي. قبل ما نبدأ بالنظام ونقول لكم هيكون ازاي بالظبط وهنعمل فيه ايه في الاسبوع التاني، ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتعملوا لنا اشتراك للقناة لو اول مرة بتشوفونا عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا بينا نشوف الأسبوع الثاني من النظام الاقتصادي، والنظام هيكون إيه بالظبط. والنظام بتاعنا هيكون كالآتي: الأسبوع الثاني من النظام الاقتصادي. طبعا أول ما بنصحى من النوم على الريق بناخد معلقة عسل صغيرة، ونقدر نبدلهم ب3 تمرات، وممكن الاستبدال لو ما عندناش عسل أو تمر نقدر نبدلهم بمعلقة سكر طول اليوم. وطبعا مهم جدا جدا نشرب كوبايتين مية على الريق أول ما نصحى من النوم. طيب تعالوا بينا نشوف الفطار بتاعنا. الفطار بتاعنا هيكون عبارة عن 4 معالق فول بدون زيت، أو 2 قطعة جبنة قريش، زائد خيار، زائد ربع رغيف. ونقدر في الأسبوع نغير بيومين ب6 بسكويت لوكس، أو يفضل إن البسكويت يكون بسكوت الشوفان، يكون أفضل. وطبعا البسكوت نقدر ناخده مرتين في الأسبوع طول ال6 أيام. ويفضل التنوع طبعا في الفطار، يعني يوم ناخد فول، يوم ناخد جبنة قريش، يوم ناخد بسكوت، نقدر برضو ناخد بيض مسلوق، مفيش مشكلة. طيب بعد الفطار بساعتين نقدر ناخد ثمرة فاكهة. بين السناك بيكون بعد الفطار بساعتين وبعد الغدا بساعتين. نقدر ناخد ثمرة فاكهة سناكس، بس طبعا تكون فاكهة من المسموحة. ايه هي الفاكهة المسموحة؟ زي تفاحة، جوافاية، كمثرية، 2 مشمش، 1 خوخ، 200 جرام كنتالوب، 200 جرام بطيخ، 5 حبات فراولة، 2 تين شوكي وليس البرشومي. كل دي فاكهة معانا. طبعا المانجا والتين والعنب والبلح يفضل ما ناخدهمش الا يوم الفري. تعالوا بينا على الغدا. الغدا بتاعنا هيكون بروتين وخضار بس طول الاسبوع، مش هناخد نشويات في الغدا. الغدا بتاعنا اي بروتين متاح في البيت، اي بروتين عندك موجود في البيت خديه. 2 بيضة مسلوقة، 2 قطعة لحمة بدون دهون، 2 قطعة فراخ بدون دهون، 2 قطعة جبنة قريش، طبق عدس اصفر صغير بدون دهون. اي بروتين عندك موجود تقدري تاخديه. زائد طبق خضار، زائد طبق سلطة. السلطة طبعا لو هناخد خضار من اللي معمول في البيت هناخد منه 4 معالق فقط، لكن لو خضار معمول بطريقة صحية نقدر ناكل منه طبق كبير. وطبعا نعمل طبق سلطة مع الغدا يكون كبير، نقلل منه الطماطم ونكتر الخضار الورقي، ونقلل الملح قدر المستطاع. نقدر بعد الغدا بساعتين نقدر ناخد ثمرة فاكهة سناكس تاني. طبعا احنا ذكرنا المسموح والممنوع. تعالوا بينا على العشاء. هيكون 2 قطعة جبنة قريش زائد طماطم، او 2 علبة زبادي بدون الوش، يعني نجيب علبتين زبادي ونشيل الوش بتاعهم تماما. ده النظام بتاعنا. طيب ممكن نتناول الخس والخيار بأي كمية وقت الجوع، ونقدر كمان لو جوعنا نقدر ناخد شوربة خضار. نقدر نعمل شوربة خضار كده خفيفة بدون دهون، وقت الجوع ناكل منها زي ما احنا حابين.
والخس والخيار معانا بأي كمية. طبعا عشان نوصل لنتيجة كويسة مع النظام ده مهم جدا جدا نشرب 3 لتر مياه في اليوم، ونحاول نعمل رياضة. أبسط حاجة المشي، يعني نقدر نمشي نص ساعة، نمشي ساعة. كل ما هتزودي على النص ساعة كل ما هيكون أفضل، وإن شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة. النظام بسيط جدا ومناسب لكل الأوزان. نقدر نبتدي فيه، وممكن أحط لكم الأسبوع الأول. هحط لكم الاسبوع الاول. لو كنتوا لسه بتشوفوني لاول مره او بتتابعوني لاول مره ومحتاجين الاسبوع الاول من النظام، الاسبوع الاول موجود اهوت. نقدر نبتدي بيه. وطبعا الاسبوع التاني اللي هم بدوا معانا الاسبوع الاول الاسبوع اللي فات بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله. وما تنسوش طبعا تعملوا لنا لايك للفيديو. وده كان نظامنا الاسبوع الثاني. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك للفيديو، وتعملوا لنا شير كتير كتير جدا للفيديو والقناه بتاعتنا عشان يوصل لكم كل جديد. وانتظروني ان شاء الله في الاسبوع الثالث ان شاء الله هنزله لكم في اخر الاسبوع. بالتوفيق ان شاء الله. كان معكم ادمن هبه الله. ادمن جروب هتخس مع هبه الله. قناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.